وانا ليه عايز اعمله كأنه فيديو؟ اخيرا عدنا. عدنا يا اسطى، لسه بنبدا. والله لسه بنترك الحب. وما ادركنا الحب يا حبيبي قلبي يا ومعانا معاكم بودكاست كلام في الحب. بودكاست كلام في الحب. معانا اول موضوع، ويعني اول حاجه ممكن تيجي في دماغنا. ما تتكلمش كده يا اسطى. لازم نتكلم كده. عشان احنا بنتكلم في اوه ماي جاد. اصل الحب ده عشان انواع. حب الصداقات اللي هو ما بين صديق وصديق. ذكر وذكر، ما فيش تاني عنه. انا فاكر عايزين نطلع الموضوع شكله علمي يا اسطى. ده كان انت داخل في ايه؟ ايه هو الحب بقى؟ ما هو الحب؟ يعني ايه حب؟ يعني حب يا عم. ده انا هدخل في انت لسه تدخل؟ ده اللي هو عارف لما يجي لك سؤال في الامتحان ترجع تكتب السؤال عشان تاخد مساحه من الصفحه وكده. طب ما تعمل قط يا عم، ما تعمل قط يا عم واتكلم انت. كنت عايز اتكرع واجاوب في نفس الوقت فاتحك. ما تفسيرك العملي والعلمي لكلمة الحب؟ الحب فين اللقطة؟ فين اللقطة؟ ده جامد اصلا والله. فين اللقطة؟ هما بيعملوا كده في البودكاستات يا عم. ممكن تقول لي ما تقولش السؤال يا عم. ممكن تقول لي ايه الفرق ما بين الحب والزنا؟ تحس ان ده مسبب لده، يعني لو انت حبيت اخرتها ايه؟ صح ولا قصة النار ولا اخرتها ايه مثلا؟ ايوه بودكاست كلام في الحب. بقول لك يا شيخ، ده تجيب لنا مسلسل نعين عليك تقول حبيبي. بنشوف الحب في الجامعات. هل الحب ده بيكمل او في هدف من الحب ده، ولا نهايته بتبقى في الجامعه؟ انا بشوفه معايا حاجه اغلبيه علاقات فاشله، واحنا كلنا عارفين ان اغلبيه علاقات فاشله. وايه اللي بيضطرهم لكده؟ عند الراجل اسمه ممكن تقول لنا بانك عنتيل وخاربها يعني. تقول لنا ايه الفرق ما بين الحب والعيال اللي بتزنق بنات في الحمامات؟ هو في فرق ما بين الجواز والزنق، ولا الاثنين واحد؟ بس هو الفعل واحد في الاثنين. شايف ما تتكلمش في النقطه دي عشان حرجه. يعني احنا عندنا في مبنى اسنان من ورا بدون ذكر اسم الجامعه، مبنى اسنان من ورا. فين الجامعه بتاعتك؟ في سين. طب انت اتكلمت عن المنطق بتاعي، اللوجيك. يس، وات از يور لوجيك؟ من ناحيه ايه بس؟ هل انت مع الزن ولا الباب من بيته؟ انا ادعم وايد جدا الزن. بودكاست كلام في الحب. منطق تزندق وكبوك. الزمن شكل حد مهم يعني. ما علاقة الحب بالسجاير؟ مش فاهم. قصدي هل الحب هو محرقة كالسجاير ومضيعة للوقت؟ وليه نقول على السجاير انها محرقة ومضيعة للوقت؟ انت كده داخل في حتة تانية. يلا نحل بالسجاير. وندخل في التحريف. يلا نعمل مقارنة أديان دلوقتي. ممكن تقول لي ايه هو تأثير الحب على الإنسان؟ والله بجد تأثير. عارف انت اللي هو رفرفته في فراجة في الهند تسبب إعصار في أمازيغ. كوريا الشمالية. في الأمازيغ. كوريا الشمالية. أو الكوريا الشمالية. أنت كلامك كله في الصميم وواضح ومنطقي جدا. أما رب تخش الجنة. ومنطبق. تصدق. هل الشكل مثلا له تأثير؟ والله عندي تعويض. وفي الآخر بتبقى على. ممكن تقول لي عدة العوامل؟ ولا أنت عمال ترمي كلام مفتوح وخلاص؟ بس هي بتبقى ليها دعوة بال. بس احنا انت سؤالك غريب قوي يا شيخ. تنكح المرأة على الأرض. سوف أحكي لك القصة طريفة. من إحدى أصدقائي القدام
قدامى قدامى قديم يعني. قديم يعني. كان عنده هرة واو صغير. رايقة نتايج. طيب. كان عاوز يعشرها فجاب القط بالفعل. كان ده حدث قدامي. جاب قط ذكر. فأنا سبحان الله استغربت قوي إن القط بيحاول يعمل إيه. كان بيحاول ينشر ريحته عظيم في الأرجاء عظيم عشان يستدرك الهريرة. عظيم. كان بيشخ شوية في الزاوية هنا، شخ شوية في الزاوية شخ شوية في الزاوية هنا، وهكذا كان بينشر ريحته لحد في الآخر بجد. وكان أنا شفت قدام عيني. ممكن تقول لنا بقى عن علاقة الحب بالكرنج؟ صراحة كرنج بدين أمي أنت دست على الحتة. بودكاست كلام في الحب. والله السؤال ده هيخليني احكي لك قصة طريفة. والقصة دي حقيقة فعلا والله حصل قدام عينيك ولا من سمعت من واحد؟ وانا راجع في القطر. يا نسافر طول بقى. نسافر بقى من أسوان للمحل. وانا راكب في القطر شيت مان قابلني ولد OMG ذكر بدون ذكر اسماء يعني. انا ضاع له اسم افتراضي وليكن احمد. كان راكب هو وبنت في القطر وانا كنت قاعد وشايفهم هما الاثنين قدامي كده. فراح يقف ما بين المسافه اللي ما بين القطر والقطر التاني اللي هو بيبقى في حته في النص كده فاضيه. لا دي طرقه كده طرقه. هي الدنيا اتطورت دلوقتي بقى في طرق بس بتتحرك يعني. وجات البنت اللي هي كانت معاه بدون ذكر اسماء برضه وليكن اسمها هالة. ماشي. جت هالة وبطريقه كرنج جدا بتقول له حاسب يا احمد هتقع يا احمد حاسب اوعى هتقع. وانا قاعد ومضطر اشوف الموقف ده قدامي. يرد عليها يقول لها ايه؟ ما تخافيش عليا لو ده هيثبت لك اني بحبك افضل واقف هنا. قال له انت مجنون يا احمد تعالى يا احمد دلوقتي بسرعه يا احمد ما تقفش هنا كتير يا احمد. كان حصل التعاشر. كلام سيء جدا وعلمي جدا. وبعدها لقيت في خناقه ما بين القط والقطه. انت قعدت تراقب يعني. كان فيها بعض من مياو وهو كان بيقول لها وصلت لي كده. انا اول مره اسمع قط انت سمعت كده؟ انا ما بديش بصراحه موقف صعب. ما مش عارف لو كنت في الموقف ده كنت عامل ايه بصراحه. اصل انا اصلا دكتور انا دكتور. من ضمن الحاجات برضه اللي بنشوفها في بتغير الانسان عموما في الحب بعيدا عن انه بيغير طبقه صوته بيغير شكله. لكن انت ما شفتش حد بيحب نازل يقابل مثلا. نازل يقابل؟ ازاي؟ ممكن يقعد 16 ساعه قدام المرايه. بيعمل ايه؟ في شعرايه مثلا طالعه من شعره فهو عايز يرجعها كده. زي ما حصل ان نزلت انا كنت بدرس الماجستير بتاعتي في تخصص كلام في الحب في بريطانيا. فزي ما حصل كده قابلت اليزابيث دي. كانت بتعاني من امراض نفسيه في الجهاز البولي. يعني ينفع حزن يعني في الجهاز البولي. كانت بتعاني في الجهاز البولي. فالمهم ان احنا مش عارف اقول لك ازاي يعني كان في تاتش. يا عم كلمتين على بعض. كان في تاتش. المهم بقى حصل اللي حصل. اضطريت اسافر مصر. ليه بقى؟ عشان لسه بتحبها؟ خلاص بقى هي ماتت. لسه بتفكر فيها؟ لا ما استرسلنا كتير واتكلمنا كتير في الحب. في حاجة بعد الحب واللي هي الفركشة. ده آخر مراحل ماشي. ده آخر المراحل. يعني أنت عندك خبرة بالموضوع. جميل. قعدت 40 سنة اللي كنت بدرس فيهم البتاع ده. كان في كتاب صغير على جنب ده بتقرأ فيه. كان صفحتين بالظبط. كان صفحتين. خدوا مني
30 سنة. 30 سنة. انت عارف الموضوع صعب. عشان انت ما بتعرفش تقرا. بودكاست كلام في الكوره. فممكن تقول لنا ايه السبب الاساسي؟ هرمونات مثالية. يعني هو الموضوع الاساسي اللي الأنثى بيخلي من جانب الأنثى. من جانب الأنثى. مش من جانب الذكر. لا أنثى. الانثى زوجة. ليه هرمونات؟ يعني ايه هرمون؟ عندك هرمون جي اتش، هرمون تستوستيرون، البي اس اتش، الاف اس اتش، الادرينالين، نور ادرينالين. كل ده بيأثر على الحب؟ لا ده كله بيأثر في الجسم عادي. عادي. ده موضوع شيك. وقال لك لا، في واحد من القدامى قال لك ايه؟ الناس اللي هم قدام كتير. تمنطق. من تمنطق تزندق. بس كده. من تمنطق تزندق. لا ازاي نبعد عن الفركشه اصلا؟ ازاي ناخد اتجاه تاني بعيد عن الفركشه؟ طبعا انت عارف. طبعا حضرتك عارف ان لا ما تقولش حضرتك بقى، يعني انا بتتكلم زيك يعني. زيك يا صاحبي. واحد يعني. واحد صح. ننجز حاجه بكل بساطه نقتل الانثى. وانت جبت ليه؟ انت كده مش هتضطر تفركش. افركش ازاي؟ افركش ازاي؟ دي كده هترد يا عم انا اسف يا عم، عادي عليا. واحدة ماتت خلاص. هتفركش في ده. يا دين امي تصدق والله فكرت انت ما انت زندق على طول. ادي على ما انت يا ما في حل تاني. ما نبداش بعلاقه اصلا. يعني ما ندخلش في علاقه. نموت الذكر والانثى. موت الذكر والانثى. لا، قصاد كل ذكر وانثيتين. المرأة نص المجتمع. صح. والمجتمع نص المرأة. لا بس عموما الراجل مش الراجل راجل تاني. بس الصح صح والغلط. الصح صح والغلط غلط. ونشوف العيال مش سكتنا. طيب السؤال بمعنى آخر، ايه اللي بيحصل بيخليه او بيخليه عايز يرجع تاني؟ حلوة دي. نقص الاهتمام. نقص هرمون الدوبامين. نقص هرمون الدوبامين. في نقطة أنا عايز أقولها. زيادة هرمون الاستروجين. وزيادة هرمون التستوستيرون عن درجات. في نقطة عايز أقولها. قول يا عمي خفف أوزان والعب صح. خاطر لا حاجة كده. لا بقى سيدي. شايف ده؟ الله. فاكرين ده؟ كنت عايز واحدة بس. الكفر. شايفه؟ اتكسر. ممكن توري لي الكاميرا؟ اتكسر. امسك. رجعه. رجعه. طبعا البرنامج ما اسموش كلام في الحب بس احنا كلام فيه. كلمة مفتوحة. كلمة مفتوحة واحنا بنتكلم فيها ونجيب كل حلقة واحد جديد خالص ومتخصص بعلم وفكر جديد خالص عن الأول. تعرف احنا بنستهدف ايه فين؟ احنا بنستهدف شريحة. جامدة دي والله. شريحة ايه؟ خلاص شريحة اتصالات. ده ضحك والله قوي كده. السلام عليكم ورحمة الله.